شفت كتير وقليل في حياتي، وعمري ما كنت اتخيل ان في بني ادم ممكن يوصل للدرجة دي من الشر اللي هو حتى الدم مش موقفه، لا عادي عادي الدم في الموضوع، ومش اي دم، ده دم اقرب الناس ليه. يعني شر لا في قبليه ولا هيكون في بعديه. بدأت حكايتها بان هي يعني عايز تتجوز اي جوازه وخلاص، المهم ان هي تسيب بيت اهلها لان هم مش فاهمينها، هي مش فاهماهم، ايا يكن الاسباب اللي هي عايزه تمشي فيها وخلاص. المهم اتجوزت جوازه عاديه جدا، راجل اتقدم خبط على باب بيتها وقروا فاتحه، مفيش في اقل من سنه كانت اتجوزت، في اقل من سنه كانت خلفت، وبقت مسؤولة عن أسرة، بقت مطالبة إن هي تشتغل الصبح وتشتغل بالليل وتشتغل طبعا طول اليوم كأم، غير الشغل اللي هي بتشتغل عشان تجيب بيه دخل. ومن اول ما اتجوزوا بسم الله الرحمن الرحيم كده قال لها بصي يا بنت الناس، انت مالكيش عندي غير اللقمه اللي انا هدخلها بيتي. يعني ايه؟ يعني هو هيشتغل مش هيشتغل، اللي هياكل منه هياكلها منه، ملهاش اي حقوق تانية. وهي كانت عشان عايزه تخلص وخلاص وافقت وكملت وعاشت وقالت مش مشكله، انا هشتغل ومش هحتاج له ولا عايزه منه اي حاجه، اهو ضل راجل ولا ضل حيطه. هي ولدت من هنا 50 يوم بالظبط ونزلت شغلها من هنا. وبما ان ما كانش معاها الدخل الكافي ان هي تجيب بيبي سيتر للبيبي دي، او ان هي توديها عند حضانه او حد يعتني بيها، كانت بتاخد البنوته معاها الصبح الشغل وبالليل الشغل. فده تسبب ان البنت تاخد كذا دور ورا بعض، تتعب كذا مره ورا بعض، لان طبعا المناعه مش مستحمله. بعد ما خدت كذا دور ورا بعض قررت ان هي ممكن تفتحه في موضوع ان هي تقعد شويه من الشغل علشان خاطر يعني البنوته. قال لها اياكش انت وهي تموتوا لفظيا. وبصوا الجبروت، مش بس منعها انها تقعد من الشغل ومشقيها، ده كمان قال لها انت هتنزلي عشان كمان تجيبي لي كيفي. المهم انها كانت بتشتغل طول الوقت لدرجه ان هي ما كانش عندها وقت حتى انها تشوف بيتها فيه ايه. لحد ما في مره من المرات اكتشفت ان في حاجات من حاجاتها بدات تنقص. لما بتدور على الحاجات دي بيقعد يقول لها تلاقيكي ضيعتيها، تلاقيكي مش عارفه عملتيها، تلاقي بنتك رميتها من الشباك. المهم يقول لها اي سيناريو غير الحقيقه. هي يا عين امها من كتر الشقه ومن كتر ان هي خلاص مش شايفه قدامها، لا بقت عايزه تدور على الحقيقه ولا بتسعى انها تكشف اي امر ما. هي عايشه عشان بنتها تاكل وتشرب وخلاص. لحد ما الجيران مره اصطادوها قالوا لها يا بنت الناس، جوزك بيجيب نسوان في الشقه. قالت ازاي لا وانا ما صدقش ومش عارفه ايه، وفضلت تدافع عنه عشان منظره قدام جيرانه، واللي هم في الاخر جيرانها ومن الاخر سمعه بنتها. يعني واضح من كلامك ان انت ست عاقله جدا. انا ما اعرفش انت ازاي رميتي نفسك في هذه العلاقه المريضه لا ده صندوق زباله، دي مش علاقه. لما طلعت فوق تواجهه وتقول له يا ابن الناس انت لو عايزنا نتطلق نتطلق. قال لها لا انسي ان انا سيب لك البنت، عايز تتطلقي غوري في 60 داهيه وسيبي البنت وبرضه هتصرفي على البنت. انا مش فاهمه ده قانون ايه ده ولا شرع ايه ده. ان هو حاول يقنعها ان هو ما بيجيبش نسوان يا عيني والجيران ظالمينه علشان هم عينهم عليه وعلشان خاطر هم بيتمحكوا فيه، واللي عايزه توقعه في شباكها واللي عايزه ترسم عليه. المهم ان هم كلهم ضد هذا البيت ان هو يعمر. البنت بقى قالت ايه خلاص كده كده حتى لو بيجيب نسوان، هي بعتت تقول لي كده حرفيا، حتى لو بيجيب نسوان ما دام انا باجي الاقي البيت فاضي والاقي سريري فاضي انام عليه لحد تاني يوم، يا جماعه انا موافقه. اعلى ليفل من اليأس، انا ما شفتش يأس بعد كده بصراحه. المهم الدنيا تشيلها والدنيا تحطها وايام تعدي وايام تيجي، وعدى 3 سنين على جوازة الشؤم والهم والغم والندامه والقرف والاطران اللي هي متجوزاها دي. هي قالت لي من هنا ان عدى 3 سنين على الجوازه، وانا قلت بس البنت قعدت مع نفسها فكرت وقررت، وخلصت من ايه الهم والغم ده. اتاريها قعدت فكرت وقررت عشان تجيب لنفسها مصيبه اكبر فاكبر. قعدت بقى مع نفسها تمخمخ وفكرت وقررت وقالت ما دام انا كده كده مش فارقه معاه، وهو كده كده مش فارق معايا، وكده كده احنا مكملين الجوازه دي شكل اجتماعي عشان خاطر البنت تربى في وسطينا وهي مش ناويه تخلف منه تاني. قالت بقى ايه خلاص تدور على نفسها وتعيش حياتها وتريح نفسها وتشوف راجل يصرف عليها. بيني وبينكم في واحده صاحبتها قعدت تزن على ودانها، وطبعا احنا عارفين ان الزن على الودان امر من ايه، امر من السحر. وفضلت وراها لحد ما عرفتها على راجل معاه قرشين محيرينه بيعرف بيهم نسوان. هي بصراحه ما كانش فارق معاها اي حاجه غير ان هي تبقى مرتاحه وحد بيصرف عليها هي والبنت. والراجل ما قصرش، كان كل شهر بيبعت مبلغ وقدره طبعا، وهي مفهمه جوزها ان هي بتنزل عادي تروح شغلها، وفي الحقيقه هي كانت بتبقى معاه. المهم جوزها ابتدى يشك فيها لان هي ما بترجعش هلكانه وتعبانه زي الاول، وبقى عندها
يعني طاقة ان هي تنظف وتقعد وتتكلم وتضحك، والموضوع ده استغربه. انت المفروض بيتهد حيلك ليل نهار، ازاي بقى عندك الطاقة دي؟ فضل وراها 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 ويفتش في تليفونها، المهم وصل ان هي فعلا بتكلم حد وتعرف حد. يقوم البيه المحترم بقى يعمل ايه لما يقفش ان مراته بتكلم واحد تاني؟ راح يطلب منه فلوس، راح يقول له لو انت ما عملتش كذا واديتني كذا وسويت لي كذا، انا هفضحك عند اهلك وهفضحك في المكان، في مكان شغلك، وهشوشر عليكم طبعا. واللي حصل غير المتوقع خالص. التاني ما خافش، بالعكس قال له اللي عندك اعمله، اخبط راسك في الحيطه. وراح بقى لمراته وقال له ايه؟ قال لها ايه؟ قال لها اخلعيه وانا مستعد اتجوزك وما عنديش اي مشكله اصرف عليكي انت وبنتك، انا كده كده بصرف عليكم، ايه اللي هيزيد يعني زياده سكن، ما عنديش اي مشكله. عن جوزها سبع البرومبا ما سكتش. يعني ايه تخلعيني، ويعني ايه تتخلي عني، ويعني ايه مفيش فلوس هتجيلي، ويعني ايه مش هقبض من وراكي، يعني ايه؟ قام خاطف البنت بقى من الخضة ومن الضغط اللي هي كانت عايشة فيه ومن الإهمال اللي هي قعدت فيه مع أبوها. ما علينا عشان التفاصيل دي يعني مش حابة الست إن أنا أحكيها قوي. المهم إن البنت دي ماتت، يعني هو تسبب في موت بنته. بس على فكرة هي دي القصة اللي بعتتها لي، ولكن السيناريو اللي عندي مختلف تماما. أنا عارفة إنك ممكن تزعلي مني، بس انتوا الاتنين مجرمين وذنبها في رقبتكم انتوا الاتنين، مش هو بس. هو اللي كان مساهم أكتر، أنا معاكي، ولكن انتي ما حافظتيش على حقوق بنتك، انتي ما اخترتيش أب صالح لبنتك، انتي ما عرفتيش تكوني ام صالحه لبنتك، فدي كانت النتيجه انك تخسري بنتك. يكن اللي حصل خلاص عدى وفات والبقاء لله. وطبعا ربنا معاكي ويصبر قلبك يا رب. انا عارفه انك مش مستنيه كلامي يسمم بدنك، ولا مستنياني ان انا اقول الكلمتين دول عشان اضايقك، بس انا في الحقيقه ولا قصدي اسممك ولا قصدي اضايقك، انا في الحقيقه قصدي افوقك عن استفسارك الغريب اللي انتي داخله تساليه اصلا. هي بتقول ان الراجل اللي هي كانت ناويه تتجوزه لما تخلع جوزها بدأ ان هي تهمله ويحصل في اضطرابات نفسية عايشة فيها وبتاع، ولذلك هو تخلى عنها، والتاني بيفكر يرجع لها وبيحاول يملى دماغها عشان يرجع لها، وبيقنعها ان هم يرجعوا تاني لبعض ويقدروا يقوموا البيت تاني على رجله ويخلفوا تاني ويعوضوا بنتهم اللي توفت. تخيلوا معايا ان كل القصة دي في الاخر بعتلنا تسأل اذا كانت تسامحه وترجع له ولا لا. طب انت ايه بتعيدي؟ انت يعني ما تبتيش، ما تعبتيش؟ طب ابسط الامور يا ستي ما قرفتيش؟ عندك مليون حاجة تعمليها تحافظي بيها على نفسك وتبعدي عن القرف ده. انتي ممكن تعملي مليون حاجة، انتي كنتي بتعرفي تدخلي قرش لنفسك تصرفي بيه على نفسك وعلى بنتك الله يرحمها، فما بالك بقى دلوقتي انتي لوحدك مش قادرة انك تشتغلي شغلانة تدخلي بيها ملاليم تاكلي وتشربي وتنامي بيهم بس تعيشي حياة نظيفة؟ هل بجد انتي متوقعة ان الكائن ده، لاني مش قادرة اسميه راجل ومش قادرة اسميه بني ادم، هل انتي متوقعة ان هو هيتغير؟ عايزة اقولك هو لو كان عارف قيمتك بجد اصلا ما كانش فكر انه يرجعلك وكان انقذك من نفسه، لكن هو لسه قاطع في البالون. انتي بتعملي ايه؟ انتي بتسألي عن ايه اصلا؟ انفدي بجلدك يا بنت الحلال وعيشي حياة كريمة لوحدك وتوبي كده وفهمي انت عملتي ايه في نفسك عشان ما تكررهوش تاني. مش شطارة مننا ان احنا نقع في نفس الفخ اكتر من مرة، واحمدي ربنا انك هتطلعي منه، وان ربنا بيديكي فرصة تانية ان انت تبقي احسن وافضل.